هل انت بتتعصب بسرعة؟ هل انت بارد ما بتتعصبش؟ خد لك سنسوبايا. اتفرج على الحلقة دي. اتفرج على الحلقة دي عشان تتعلم اكتر عن نفسك وتعرف انت هادي ليه، انت عصبي ليه. ولو عايز تبقى من عصبي لهادي اتفرج على الحلقة دي لآخرها، يمكن تتعلم حاجة. اهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست ظبط وكلمني. معاكم الهوست ماكسز والكو هوست دوحة. النهاردة زي ما انا قلنا هنتكلم على اللامبالاة والعصبية. انا ودوحة فكرنا كده، قلنا يا ترى انا وهو بس اللي هنتكلم عن الموضوع ده؟ لا، قلنا نجيب معانا no one other than fat chicken. الو. اولا يعني مننا احنا التلاتة كده اسألكوا سؤال: هل حد منكم هنا بارد وعارف ان هو بارد او هادي عنده لا مبالاة؟ يعني مش بارد هو لايك جاست مش برياكت، اللي هو مش بتضايق قوي او مش بتضايق اصلا يعني. مش برود تماما يعني، اللي هو حاجات المهمه قوي الواحد بيهتم وكده. الحاجات العاديه مش بفكر قبل ما ابتدي اتضايق. بدي اسباب الحاجات اللي هو قبل ما تضايقني. يعني الكوبايه وقعت انا متضايق. لا، وقعت ليه؟ وقعت انا لو وقعتها خلاص اتكسرت، اتضايق ليه اللي وقعت؟ فهي بتبقى كده يعني، انت فاهم. لا تبكي على اي حاجه، ولا اللبن بالكوبايه، ولا لو اللبانه كلها وقعت ما تبكيش يعني. لا تبكي على اللبن المسكوب. هو الموضوع يعني انا بحس ان الموضوع ده حلو قوي، فاهم؟ يعني بحس ان الناس اللي مش بتشيل هم حاجة دول، بحس ان هم بيعيشوا اكتر. يعني في ناس كبار معديين ال70 سنة ومش بيعانوا من اي حاجة، وعمري ما شفتهم متعصبين او متضايقين اصلا. فالموضوع ده حلو يعني. يعني انت شايف نفسك بارد ولا مش بارد؟ اه طبعا، بس كمان انا ما كانش في دماغي الموضوع، بس يعني انا في ناس هم اللي عرفوني الكلام ده يعني. انا بالنسبة لي يعني موضوع ان انا اتقال ان انا بارد دي حصلت مؤخرا، بقالي دلوقتي 3 4 سنين. 3 4 سنين ايه، لا بقالي سنة او سنتين في الحوار ده، ان انا اتقال لي ان انا بارد ومش متفاجئ بالموضوع كمان. يعني البرود بتاعي تحس ان هو بيرسونا انا عاملها، وفي نفس الوقت تحسها انها حاجة طالعة مني طبيعي، نتيجة الظروف اللي الواحد فيها. يعني كمثال، قول مثلا حد يجي ينتقدني، ما بدافعش عن نفسي. ينتقد حد قريب ليا ما بدافعش عنه، اللي هو بقول الناس هتفكر اللي تفكره ومحدش رأيه هيتغير. لو انت دافعت عن نفسك هتستفاد ايه لما تدافع عن نفسك؟ سيب الناس تفكر اللي تفكره. حتة ان انت اصلا تتعصب على حد دي حس انها حاجه ملهاش لازمه، بتضيع جهد على الفاضي. من وجهه نظري انا شايف ان العصبيه دي زي ما تقول انها اداه، ما تخليهاش ابدا حاجه تطلع منك تلقائي، لا استخدمها كاداه، حاجه انت تعملها بتستخدمها بنفسك انت يعني في بعض الظروف لازم تستخدمها عشان بتنفعك. العصبيه في مصر هنا الاورا فارمنج بس. يعني حاجه بتطلع من المصريين تلقائي كده، واخد بالك؟ يا انت لو مشيت في اي حته تلاقيهم بس بيتخانقوا مع بعض، ولازم يتعصبوا عشان عارف انت يبتدوا يتكلموا طبيعي. امم. الموضوع فاني أوي. اه. بس بيتخانقوا على أتفه أسباب العالم. وأنا مروح من كام يوم كده، كنت ماشي في شارع ضيق، كان في عربية حمراء راكنة، مش راكنة، راجل واقف. وبقى كنا جايين من الشارع من الجهة اللي هو كله فاضي. فعايزين نعرف يعني في ايه قدام. لقينا لك عربية واقفة، ولك مليون موتوسيكل وعربيات، والطريق واقف ورا. والراجل كان متضايق عشان ببساطة الموتوسيكل لمسه من ورا، لمس العربية. أو مش عارف صح، أنا ما حضرتهاش من أولها. بس هو كان عمال بيصيح وخلاص، وموقف الطريق كله على الفاضي. فكله عمال بيزعق، زعيق من هنا وزعيق من هنا، والناس بتجست عايزين في حالهم. بس لا، تحسها رود ريج، بس فاهم الناس مش. يعني هم بيتخانقوا عشان الموتوسيكل لمس عربيته. تخيل على أتفه حاجة. جست بيعطل نفسه وبيعطل الناس اللي حواليه. زعيق ما بيروحش في طب حتة. هو لما الموتوسيكل لمس عربيته مفيش اي حاجه اتخدشت ولا اتكسرت ولا حاجه بسيطه زي كده؟ لا، بقول لك لمسه. هي فكره احنا ممكن نبرر العصبيه بتاعتهم، يعني طبعا ولا حد مننا معاه عربيه صح؟ لا. اه يعني نعرفش العربيات. العربيات الفتره دي تصليحها غالي جدا يعني. العربيه لا، دي انا عارفها. فدي اللي بتخلي الواحد، الناس دي تتعصب بسرعة كده، اللي هو تحس كأن روحه خرجت منه. يا ترى العربية حصل لها حاجة؟ يا ترى
هدفع دي عشان اصلحها، الكلام ده كله ممكن طلع لا العربيه سليمه وكل حاجه، بس زي ما تقول بقى الشوك اللي حصل له بيطلع على اللي قدامه وكده. يا فحصلت الزيطه دي كلها. فدي نوعيه من نوعيات العصبيه اللي هي بتطلع تلقائي ومش بتستخدمها كأداة يعني عشان نقول على السريع كده عصبية إن أنت تستخدمها كأداة. العصبية اللي أنت تستخدمها كأداة دي عبارة عن إيه؟ قول مثلا دفعت فلوس وعايز تاخد الفلوس دي تاني. الموقف ده كان حصل لي قبل كده في سنتر. اللي حصل إن أنا دفعت لهم 8 دروس كده، بعدها يعني رجعت في كلامي قلت لا أنا عايز أسحب الفلوس بتاعتي وآخد الدرس ده في السنوات التانية غير السنتر ده. فرحت اسحب فلوس، فكل شويه الراجل يقول لي مش دلوقتي مش دلوقتي مش دلوقتي. فقام واحد صاحبي قال لي ميكاسين. ميكاسين بالظبط، تخش جوه اتعصب وزعق وجيب سيره كذا. فدخلت عملت اللي هو قاله ده، اتعصبت وزعقت وجبت سيره اللي قاله ده. بعدها الراجل تلقائي كده من جيبه طلع فلوس واداها لي وعليهم كمان مش فاكر 20 جنيه زياده ولا ايه بالظبط. انت قلت اسم صاحب المكان ولا ايه ساعتها؟ لا لا لا، ما قلتش اسم صاحبه. لا انا زي ما تقول لي اتهمته بحاجه مش فاكر ايه هي بالظبط. اتهمته في حاجه فيها نصب ولا ايه بالظبط. فانا الراجل كده لقيته على طول طلع لي فلوس واداها لي. فدي مثال على العصبيه اللي تستخدمها كاداه عشان تاخد اللي انت عايزه، عكس العصبيه اللي بتطلع منك تلقائي دي. يعني انا زي ما احنا متفقين حاجه تضيع جهدك ووقتك وترفع لك الضغط ويجي لك جلطة مبكرة ملهاش لازمة وكده يعني. ما العصبية عشان التخويف بتكبر نفسك بالعصبية، انك تقعد تزعق وتبقى عامل زي القرود اي جس، بس بتقعد زي القرود كده، فبس الناس بتبتدي تخاف، أو عارف انت لو ما بتعرفش تتعامل معاه فهدوا الكائن ده. والمشكلة إن العصبية في مصر هي اللغة اللي تقدر تاخد بيها اللي أنت عايزه. انت بتشوفش الناس في رمضان عصبية نمبر 1، حرفيا لو حد بص عليك غلط تبتدوا يتخانقوا معاك من غير سبب. هي فكرة إن إكمن الناس كتير بتتعصب في مصر. فأنت تحس إن العصبية دي كأنها لغة. يعني لو أنت مش بتستخدم اللغة دي الناس هتستقل بيك، هتقول لك ده مش عارف ياخد حقه، ده عبيط، ده مش من هنا، إن نقدر نضحك عليه عادي. طري. انا بشوف ان اي حد يشوفني ان انا عبيط علشان ما بتعصبش، قشطه يعني، ما عنديش مشكله. هثبت له في الاخر ان انا مش كده لما اخد حقي، بس بالهدوء من غير ما اتعصب. يعني واحد كان عمال كده يضايقني، فخدت حقي منه في الاخر بس من غير ما هو ياخد باله يعني. فبعد ما خلصنا بقى يوم لما تشغل دماغك يا دوح هتشغلها عليا انا. فهو الموضوع بمنتهى البساطة يعني، عدى ومن غير ولا ضرب ولا خناق ولا شتيمة ولا أي أنت حاجة. إزاي تاخد حقك مني؟ اه. أنت إزاي تشغل دماغك عليا اوه نو، بيقول بيفكر. وعليا؟ أنا فاكر قبل كده كنت في شغل، فالمفروض إن الشيفت بتاعي خلص تمام. فالواد كان جاي لي وقت متأخر، فبقول له أنت بقالك بتاع 20 دقيقة يعني. فقال لي اصل انت زميلك ما اعرفش بيتاخر عليا ومش عارف ايه. فقلت له طب انا مالي وماله؟ فقعد يقول لي بص انا ماليش دعوه ومش عارف ايه. انا ولا اتخانقت ولا زعقت ولا اي حاجه. انا رحت له في نفس اليوم بعد الميعاد بتاعي بساعه، فقعد بقى يتعصب ويعلي صوته ويجعر. فقلت له هتسلم الشيفت ولا امشي؟ صياحك طرف. ده جاي انا بقعد اسال الناس دي ليه اول حاجه بالجوله ازاي. مش عارف قلة ثقة في النفس مثلا. انا بحس ان هي المشكله بسبب ان هما ما بيعرفوش يتعاملوا الا كده. ابوه وامه مثلا بيتعاملوا معاه كده، فهو ما يعرفش اسلوب تاني الا كده. انا ذات نفسي انا كنت بتعصب من اقل حاجه زمان يعني، ما بقتش كده مره واحده. لا انا شفت كده الفرخه التخينه اللي هو الراجل اللي معانا دلوقتي ده، تمام، ده كان بالنسبه لي القدوه، فاهم؟ فانا كنت عايز ابقى زيه، لكن انا قبل ما ابقى زيه انا كنت عصبي جدا يعني. فالموضوع ما جاش كده يعني. انت فات تشيكن. عندك فكرة دوحة بيتكلم عن ايه دلوقتي؟ ايه الحاجة اللي بيقتضيها منك؟ عندك فكرة ايه اللي بيقتضيه منك؟ مش عارف بالظبط، اللي هو ما فكرتش فيها، اللي هو لا لا، انا مش بارد، انا بقول لك بفكر قبل ما ابتدي
اتضايق او رياكت بوشي. بس مفيش حاجه بتعصبني مش مستاهله اتعصب لها. هو حرفيا كان اسمها ايه rational conclusions بالعربي يعني. استنتاج منطقي. هي كان باسمها ايه اللي هو بيرياكت على حاجه بسرعه قوي. بيوصل لا غير منطقي، اللي هو بيوصل لاول استنتاج ممكن يوصله والاستنتاج الغلط. ايه كان بيشوف المستقبل. لا يا اسطى، لا انا كنت صعب قوي الصراحه. انا كنت بقعد اشتم كتير وبصوت عالي، وكنت قبلها ده الكلام ده كمان. ده انا كنت هديت ساعتها، يعني كان عندي بتاع 16 17 سنه ولا حاجه، فاهم؟ لكن كمان قبلها لحد ما وصلت 14 سنه انا كنت ممكن اضرب حد من المقربين ليا مثلا بالقلم او بالقفا، فاهم؟ انا كنت غبي. ايه اللي يوصلك انك تمد ايدك؟ هل كنت بتشوف ناس بتمد ايديها على بعض ولا ايه؟ اللي هو انك جست تضرب حد تعرفه بيدعي اللي انت كنت صغير ساعتها في السن وجست بتقلد. ده سؤال حلو حقيقة، يعني مين شفته كان بيضرب؟ زي ما قلت من كام دقيقة، ان الناس مش عارفة اسلوب تاني الا كده. يعني انا ما اعرفش غير ده. تمام، احنا في مصر كده من وانت صغير، اهلك، المدرسين، العيال اللي معاك في الفصل، كله بيحب يضرب كله، فاهم؟ مفيش تفاهم. فلو انت هتكبر تقلد مين؟ فاهم؟ انت هتقلد الناس دي اكيد يعني. اه بس بعد كده كبرت شويه، قلت لا، بقيت اندم. يعني مثلا ايه؟ لما الاقي حد قدامي كده، لما الاقي مثلا اللي هو الشخص اللي هو المقرب ليا ده عمال يعيط فيصعب عليا، اندم، اقول لا، انا عايز اغير نفسي، انا عايز ابقى حد تاني يعني. فدي الفكره ان انت تبقى عايز تغير نفسك اصلا. يا هي فكرة دي حاجة علمية برضه عايز أشرحها للجمهور، اللي هي سن المراهقة بيبقى حرفيا الليفل بتاع الإمباسي بتاعك، التعاطف بيبقى قليل، حرفيا ما بتتعاطفش مع حد. بعدها كل ما بتبتدي تخش على سن البلوغ الليفل ده بيزيد عندك، تبتدي تتعاطف. فممكن ده اللي حصل لدوحة يعني أنا فاكر إن هو في المراهقة في أواخر المراهقة بتاعته لما قابلته أول مرة، كان فعلا يعني معانا واحد كده اسمه إخواني. لما لما وصلنا متأخر أنا وهو لدوحة وفات تشيكن، قام دوحة فضل ماشي وراه عمال يشتمه بكل أنواع الشتايم، يعني ما فيش نوع سابه. فده كان بسبب المراهقة بتاعته، لكن لما كبر الحتة دي اختفت عنده يعني. ففعلا يعني ده إثبات ان المراهقه دي البني ادمين فيها بيبقوا ازبل من الزباله يعني. يعني بيبقوا طايشين. بالظبط. يعني انا طول عمري لما بضرب حد بهولد باك عشان جست مش عايز. اصل انا عارف انت، لو انا فترتي المدرسيه كانت بجيت بوليد وببولي لك شغال في الطرفين، فانا عارف المكانين فببالانس الموضوع. فانا عارف ان انا ببولي عليهم ببقى عاملين ازاي. بس اي جس يا الواحد ما كانش عنده سم ساعتها. انا برضو لما ما بحبش اتكلم عن الموضوع الصراحه، الموضوع بيضايقني كل ما بفتكره. ريلي الموضوع بيضايقني قد إيه كنت بضايق الناس اللي كنت بضايقها. انا عارف حاجه منهم. انت عارف حبه، انت كنت موجود يا اسطى، انت فاكر المفروض يعني. بس انا ما بحبش بس طوبه يا بتضايقني. اسطى. دي بس كنت متضايق من الواد حدفت الطوبه عليه بتاع عورته في مناخيره ولا في لا دي عادي، دي انا مش متضايق منها حتى. ايه الفاني في الموضوع؟ اللي انا هدفتها مش قصدي تيجي عليه اصلا، وجت عليه وانا اصلا واد مش طايقه. ف I was like I guess تزوى تتز بقى، فاهم؟ ما عمري ما اضرب على حد طوبه ولا حاجه كده، كانت مش قصدي، جست جت عليه حظه ده حتى هدفتها كنت هدفتها فوق قوي، جست جت عليه. ف I guess فاهم؟ وما كنتش اقول له اللي انا عملتها، فاهم يعني انت يعني. حذفت الطوبه وهو ما يعرفش ان انت اللي حذفتها؟ محدش كان يا اسطى، انا كنت ماشي كنت عاير يا اسطى، ماشي لقيته في الارض وانا مروح هدفتها فوق، جت على الواد لفته مشيت من طريق تاني. بس كده. موضوع السمبل از جيت. سواء كان ماشي قدامي كنت ماشي ورا قوي، كنتش عارف اصلا مين مروح على مين منين، وتقريبا عرفت التاني يوم ولا حاجه لا مين اللي جت عليه. ماشي. المهم يعني بص، هو سؤال لك يا فات تشيكن. اه لا انت بتقول بتفكر قبل ما بتتصرف. طب خلينا نتخيل ان حد معاه ازازه ميه ودلع على وشك، إيه اللي هيدور في دماغك في ساعتها؟ ليه؟ اساله ليه عملت كده. بس كده. الكيوريوسيتي اول حاجه، بصير فضولي لك ليه جست حد حدف على ازازه ميه. هل كان قصده؟ هل مش قصده؟ هل حد اعرفه؟
يعني لا بص يعني مش ببساطه كده ازازة المية مفتوحة فاتحها ودلق المية اللي فيها عليك مش حدفها. ايوه مين او ليه اللي هو يعني عايز كونتكست ليه عشان اعرف فاهم ادي رد فعل ليه يعني. هو الكونتكست ان انت قاعد في حديقة وواحد عدى جنبك ودلق مية على وشك. هل معايا هنا حد؟ لا انت قاعد لوحدك. هل الميه عملت فيها ايه؟ الميه بوظت لي التليفون، بوظت لي السماعات. اتدلقت على وشك، اتدلقت على وشك، غرقت نص هدومك من فوق. اتكلم عادي الاول يعني، اعرف في ايه يعني ليه. لو اعتذر عادي ده نزل خلاص يعني، مش ميه وهدوم حاجات هتنشف يعني فاهم. اصل بقول له مثلا لو بوظ لي حاجه السماعات ولا التليفون هتخانق عشان اخد كومبنسيشن اللي هو اخد حقي فيها اللي هو ماني وفلوس وكده. عشان لو اتكلمت طبيعي فيها مش هاخد حاجه، مش هتقول لي معلش وطبطب على ظهري. فدي لازم ارجع للعنف الا اذا كان اوريدي بيتاسف وزي الفل وبيقول لي معلش التليفون بتاع ويعوضنا والكلام ده فعادي. طالما الموضوع اتحل بطريقه مسالمه قشطه، وطالما ما بوظليش حاجه مهمه يعني بس تغرقني ميه واعتذر بعدها قوي ولا حاجه خلاص يعني اتز وات اتز. هعمل ايه يعني. طب هو يعني بص افترض ان انت في مطعم وقدامك ازازة مية برضو، وواحد جه دلق مية عليك وازازة المية بتاعتك قدامك مفتوحة، هتسأله برضه عملت كده ليه ولا هتمسك الازازة اللي اه قدامك دي وتدلقها على وشه؟ هسأله الأول دلقتها المية ليه؟ قال لي كده وخلاص ورخم إزازة المية بتاعتي في وشه يعني فاهم؟ يعني لو قال لي مش قصدي اتكعبل وقع افتكرني حد تاني صراحة دي أقول لك أشكر له فيها. بحس أتعامل مع طه حسين في المنطقة. بس عارف اللي هو يعني طالما مش يعني طالما هو مش قاصد يعملها تزوت يعني خلاص سامحه يعني. نو نيد فور فurther اللي أنا اسمها إيه أعلي المشكلة. تعمل اسكليشن تصعيد يعني. ليه اتخانق معاه وممكن اطرد من المطعم او just ابوظ يومي فاهم. انت شايف يا دوحة ان دي لا مبالاة؟ لا دي مش لا مبالاه، دي مسامحه. دي اللي هو ازاي تتعامل مع المشكله. اللا مبالاه اللي انت تدير عليها ميه وتروح ولا كأن وتنام عليك وتنام بالميه في وشك. طب ماشي، ده يدخلنا على السؤال المهم، تعريفك للامبالاة ايه؟ ما عنديش تعريف ليها قوي الصراحه. هحكي لكم موقف تمام هو اللي يعرفكم ايه هي اللامبالاة. انا كنت شغال محاسب، ففي 1000 جنيه ضاعت مني. كان ده اول مره موقف يحصل معايا كده. فمديري بيقول لي مش انت كنت قاعد على الخزنه؟ فقلت له اه. قال لي وانت اللي مضيع ال 1000 جنيه؟ فقلت له ايوه. قال لي خلاص انا كده هعلقها عليك وانت اللي تدفعها يعني. فقلت له خلاص ماشي. هو متعصب بقى ومتضايق، وال1000 جنيه راحت فين ومعرفش مدير الشركه لو عرف معرفش هيعمل ايه، وهو متعصب اكتر مني. يعني انا اصلا لما عرفت ان في 1000 جنيه رايحه تمام، انا عارف ان هي جايه كده كده يعني، انا عارف ان هي ال1000 جنيه راجعه تمام. رحت قعدت اكل وهو معصب نفسه. فاللي هو دخلت قلت له ثانيه واحده، انت متضايق ليه؟ مش انا اللي هيتكتب اسمي وانا اللي هدفع ال 1000 جنيه؟ طب انت متضايق ليه طيب؟ يعني انا قاعد باكل واشرب وبتاع، وده معصب نفسه وعمال يشيط وهو عمال يخبط في كل حته حواليه وبتاع. وفي مره برضه ضاعت مني 10000 جنيه وجد برضه في نفس اليوم عادي. قشطه يعني عادي. ال1000 جنيه رجعت؟ ال 1000 جنيه رجعت وال 10000 جنيه رجعت. دول بيبقوا حسابات غلط ولا ايه؟ لا ازاي بتضيع؟ حد يطلب مني 1000 جنيه او مديله 2 من غير قصد، ببقى مش نايم كويس يعني. اه بس غلطات يعني. اه. طب ال1000 جنيه رجعت ازاي برضه؟ يعني اللي اخد منك 1000 زيادة ده عنده ضمير ورجعها لك؟ هو اصلا شغال معانا فراح متصل بينا. انا معايا فلوس كتير قوي، معايا ميات كتير قوي. فقلنا له كام؟ قال 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. انت كده معاك 1000 صح؟ راح بقى مكمل 11 12 13 14 15. فاهم؟ فاللي هو خلاص عرفنا انه معاه الفلوس اللي هم ال 1000 جنيه الزياده دول. اه امم طالما في مصداقيه في المكان الدنيا زي اه الفل. على فكره ممكن يقول لك انا ما خدتش حاجه جاست ما كانش ممكن جدا. كنت انت اللي خسران وخلاص فاهم. وهو ذات نفسه قال لي لو في اي حاجه حصلت، طب ما انا كان ممكن ابقى ابن حرام واخد منك ال 1000 جنيه وامشي عادي جدا، اه واقول لك انا ما خدتش منك حاجه. اه هي دي بقى ليها علاقه بناس عندها ضمير ولا لا. هو سؤال ليكوا برضه يعني حسب رد فات تشيكن،
على موضوع اللي دلق اللي يدلق ميه على وشه ده يسأله الأول، وهل ده لا مبالاة ولا بس فيزم اللي هو. طب انت هتعمل ايه برضه في الموقف ده؟ لا يعني أنا، ده سؤال ليا، أعمل إيه في الموقف ده؟ اه، بتاع ازازة المية ده. هو حسب مزاجي. لو مزاجي وحش هطلق ميه في وشه على طول. لو مزاجي حلو هسأل واشوف الاول وجهة نظره ايه، بعدها حسب وجهة نظره ادلق ولا ما ادلقش. طبعا يعني حسب اللي قدامي ده، راجل واحد بعضلات ولا واحد بنفس حجمي ولا لا، يعني لازم الواحد يوزن قبلها. ايوه بس انت في مطعم، ما اعتقدش هتبتدوا ترموا ترابيزات على بعض. لا بالكتير ادلق ميه على وشه، زي ما دلق ميه على وشه ادلق ميه على وشه. ايوه بس الموضوع ممكن يسكليب بعدها. مش عارف يعني، اصل مش عارف يعني، بتحس ان الموضوع في الكبرياء اللي هو حد رخم عليك فانت تسكت له. ما فكرة انك تسكت له يعني، على حسب، ممكن جوست تريبورت للمطعم والمطعم يطرده. طب ما ماشي لو انت في جنينه قاعد بره في جنينه يعني، جنينه عامه يا سيدي مش مطعم. في جنينة I would say just فاهم روح اوريدي بوظ يومك. تخيل تتخانق معاه بدل ما التيشيرت تبل التيشيرت يتقطع. هي وجهة نظر. قصدي لا لك ما تخليهاش أسوأ، فاهم؟ just it is what it is. إذا كان رفيع ولا بعضلات. هي وجهة نظر بس مش عارف يعني، اللامبالاة اللي عندكم دي دي مسالمة ولا لا مبالاة؟ لأن حاسس إن انتوا الاتنين اللي هو في مواقف معينة ما عندكمش كبرياء كافي إن انتوا تردوا على اللي قدامكم، واخد بالك اللي هو أنا مش عايز أخلي الموقف من سيء لأسوأ يعني. ماشي موقف دوحة في موضوع الفلوس دي ماشي يعني دي نقطة، بس برضه في نفس الوقت كان فلوس هتتاخد منك. هل انت كنت مثلا سكت عشان كنت عارف ان الفلوس هترجع ولا لا يعني؟ انت ايه اللي خلاك تبقى هادي كده؟ هو انا سألت كذا حد وكلمت كذا حد، قعدت اسأل ده واسأل ده واسأل ده، هو انت خدت مني فلوس النهارده؟ واللي هو انا نسيت ايدها، يقول لك لا انا ما خدتش منك حاجه النهارده، فاهم؟ لغايه لما ايه قلت خلاص هتيجي لوحدها يعني. ببقى مأيد كل حاجه، بس في حاجه اللي هو انا نسيتها، فاللي هو مفيش حد مثلا، الشركات اللي حوالينا كلها اصحابنا، فاهم؟ فلو في حاجه اتاخدت هيكلمونا يقولوا لنا، فاهم؟ انا مش من النوع اللي بيثق في الناس بسرعه، بس هي الناس دي كويسه يعني، انا عارف كده. أنت مش قلقان عشان عارف الناس. لا يعني، وكمان يعني تعالى فكر كده مثلا، قدر الفلوس خلاص مشيت تمام، او مش راجعه تاني، هعمل ايه؟ خش على المرحله اللي جايه بقى، ان احنا هنسدد الفلوس دي دلوقتي، يعني هنسدد 1000 جنيه او ايا كان. خلاص اللي حصل حصل، انت ما بتعرفش ترجع الماضي يعني، الساعه ما بترجعش في كلامها يعني، على رأي الفنان العظيم ابي يوسف. طب ماشي نخش على النقطة اللي بعدها. شايفين ان اللامبالاة والبرود ليه انواع ولا هو حاجة واحدة؟ هو انا مش عارف في حاجه علميه بتقول ان هو في انواع ولا لا، بس انا فاكر متهيألي كنا في ثانويه عامه كان في حاجه عندنا، مش فاكر اللي هو الصحي واللي هو الغير صحي. انا عندي امتحان بكره، ولو ما ذاكرتش هسقط، فاهم؟ طب خلاص قشطه، انا مش مذاكر حاجه وهبقى اروح اغش بكره وكده يعني. النوع ده مش كويس. دي كانت تالتة ثانوي كلها بالنسبة لي، الكلمة اللي انت مم. قلتهم دول. انا عملتها في اولى ثانوي متهيألي الحركة دي، ان انا رحت غشيت اول مرة اكون مجموعة معايا من الزملاء ونغشش بعض. بس هو يعني زي ما دوحة بيقول في الصحي وفي اللي مش صحي. انا شايف ان النوعين دول فعلا حاجة حقيقية موجودة، بس انت ما قلتش اللامبالاة الصحية، انت قلت غير صحي بس. الصح ان انت تريح دماغك بقى يعني، لو في حاجة مثلا حصلت لك ما تعكرش مزاجك عشان حاجة يعني. انت عندك فات تشيكن نوع من البرود غير اللي دوحة قالهم؟ المشكلة اللي هو يعني هي مش أنواع، هي مواقف. هي حسب لك أنت مهتم إمتى ومش مهتم إمتى، إنك لو تراكت مع المشاكل اللي بتحصل حواليك أو الحاجات اللي بتحصل حواليك يعني. أصل في مثلا أنت اتخبطت في رجليك ومكسل تعالجها، ده يعتبر برود. إنك بس مش مهتم إن رجلك تخف ولا لأ، بس سايبها تقول تخف لوحدها وخلاص بقى، وفيها 50-50 شانس إنها تخف لوحدها أو تورم. ففي دي وفي لك امتحانات وحاجات ملهاش لازمة.
يعني برضو في نفس السياق اللي دوحة قاله، برود صحي وبرود مش صحي يعني. انا شايف ان من ضمن انواع المواقف برضو بتاعت البرود اللي مش صحي، اللي هو ايه مثلا، يعني حد قريب منك حصل له حاجة وحشة فانت ما بتتعاطفش معاه، ده برود مش صحي. ممكن تتعاطف معاه حتى لو انت مش مهتم عشان تبين له ان انت مهتم بيه. يعني لو حد قريب مني هيبقى عارف ان انا مش بهتم باي حد لما بيه، بس لما هو حد يموت عنده هبقى مهتم عنده عشان اقف جنبه وكده، عشان مهتم بالشخص اللي حد مات له، مش من السبب الحد اللي مات، فاهم؟ لو انت مش مهتم فعلا بقى خالص يبقى لك، يعني ده مش صاحبك اصلا، فاهم؟ يعني مش فاهم، جاست زميل، جاست حد عارفه، مش ملهاش علاقه اللي هو لك انت مهتم له او مش مهتم له. هو بيمر بفتره وحشه، اقف جنبه خلاص، حتى انت مش مهتم، على الاقل مهتم بصاحبك، فاهم؟ لو انت مش مهتم بصاحبك دي بقى مشاكل صداقه والكلام ده. هي دي نقطة حلوة، اللي هو فعلا يعني في ناس بطبعها عندهم عدم تعاطف، ومع ذلك تلاقيهم ممكن يظهروا اهتمام بطرق مختلفة. مش لازم يقعدوا يولولوا ويصوتوا معاك مثلا في جنازة حد، لا يعني يقفوا معاك، يروحوا هناك يساندوك، الكلام ده كله. مش لازم يعني يستخدم نفس اللغة اللي الناس كلها بتستخدمها، ممكن يستخدم اللغة الخاصة بيه، اللغة اللي يقدر يعبر بيها على ان هو مهتم بالشخص ده وكده. هي فكرة برضو، الواحد ملاحظ في نفسه حاجة، اللي هي لما حد ينتقدني. يعني انا ساعات بدخل فيديو تشات مع ناس اونلاين وكده، تلاقي الناس نازلين بقى كمية بولينج، ماشي، اللي هو ايه، انت قرتك كبيرة، انت انت شكلك معرفش كذا، يبصوا لك بقرف كده. فانا اللي هو ولا على بالي يعني، ولا مهتم خالص. ده نوع من البرود الصحي. ومثلا حد يقول لك انت عملت كذا كذا، فاللي هو لو حد مكاني هيقعد يقول لا انا ما عملتش كذا وما اعرفش إيه انا بالنسبه لي طز، انا مش هرد عليك يا عم، مش هقول حتى ان انا عملت ولا ما عملتش الحاجه دي. فالفكره اللي انا بلاحظه ان ناس كتير قوي لما بتيجي تتعصب في مواقف بيبقى بسبب الكبرياء، واللي هو عندهم ليفل من النرجسيه مخليهم اللي هو ايه، انا لو ما ردتش دلوقتي خلاص التهمة لبست فيا وكده، اثبت ان انا عملت كذا. يعني انتوا شايفين ايه في الموضوع ده، اللي هو فعلا يعني حد اتهمك بحاجة، حد قال لك انت عملت كذا او ان انت شخص كذا، هل الموضوع يستحق ان انتوا تردوا عليه وتدافعوا عن نفسكم، ولا الاعقل ان انتوا تطنشوا اصلا ما تردوش؟ اي حد بيبتدي ينقد بتبقى جايه من انسكيورتي عاليه، جست تبقى جايه كده، فما باخدهمش الجد اصلا. جست ساعات بضحك عليهم عشان ساعات بتبقى انتقادات فاني، بس بتضحكني. فعلى حسب برضو جاي منين، يعني لو جاي من حد مش مهتم جست مش وداني مش هتشتغل ساعتها. ف لو جست حد في الشارع وقال لي شكلك وحش، الصراحه هضحك. راندوم قوي. بس حد يقول لي انت شكلك وحش، لك ماشي شكرا. هو على حسب برضو الشخص ده، يعني هي في ايه بالظبط. يعني لو انت بتقول مثلا ان انا شغلي مثلا في حاجة غلط، يعني احنا في شغل مثلا او احنا بنعمل حاجة مهمة، تمام، وهو لا انا لازم اصحح له، اقول له لا انا ما عملتش كذا. لكن لو اي حاجة في الواقع، هو الشخص ده مين اصلا؟ يعني لو حد انا مش عارفه، اقول له خلاص يا عم ماشي، اقول له هما زي فريد الديب. لو حد بقى مقرب اقول له ليه، طب انت بتقول كده ليه؟ افهم منه، عجبني الكلام خلاص. ما ممكن يكون عنده حاجة فعلا اغير من نفسي فيها، فاهمني؟ بس هو برضه ده حسب متقالة ازاي الطريقة او كونتكست بتاعك اللي هو الموقف، لايك جت ازاي. معظم الوقت الصراحة انا عمري ما اهتميت حد بيقول لي اي كريتيسيزم مهما كان، الصراحة بشوفهم فاني على طول. هل ده يخليك شخص نرجسي ولا شخص عاقل؟ يعني شخص مش مهتم برأي الآخرين I guess. يعني انت عمرك ما اخدت انتقاد من حد واستفدت بيه، حسنت من نفسك بعدها؟ أختي، أي حد في البيت، أو لو واحد صاحبي جاي يكلمني بجد لو 1 to 1، غير كده ملهاش، ما عمري ما باخدهم بجد. اه، موضوع ان انت لما مثلا تيجي تكلم حد تكلمه 1 تو 1 فعلا، لكن لو هتقوله كده قدام بقى الشلة وبتاع، هشوفك ان انت بتروش. الفكرة يعني انا فعلا الموقف اللي هو اللي حصل في الاتوبيس وانا مروح ده، اللي هو البنت والست،
والست تقول للبنت انت، يعني الاتنين ما يعرفوش بعض ماشي. بس تلاقي العبط ده شغال ايه هو، هي تقول للبنت انت قللت الادب، فالبنت بقى تتغاظ ازاي تقول انتقاد، لا انت اللي ما عارفش كذا، بعدها التانية ترد لا انت كذا. فاللي هو في بالي انت بمنتهى البساطة لو ما اهتمتش برأي اللي قدامك الموضوع ده ينتهي في ثانية، مش هيطول بالمنظر العبيط اللي بيحصل ده. تحس ان منظرهم حتى نظرتك ليهم بتقل لما تلاقي حد بالمنظر ده. هو الفكرة أصلا إن لو أي حد، يعني لو فضلنا كلنا ناخد نظرة الناس لينا على إن هي حاجة مهمة، مش هنعمل حاجة في حياتنا خالص، يعني هنفضل بقى عايشين خايفين وعمال. ده هيأثر على نفسيتنا، وكل ما حد يجي يكلمنا كلمة نقعد بقى نتعصب عليه وكده. هي الفكرة العصبية تحسها برضو في الأساس جاية من نقص أو قلة ثقة، يعني أنا شايف إن ده التفسير الوحيد ليها. شايف إن أنت لو اتكلمت بهدوء مش كافي إن أنت تاخد حقك. الحاجة التانية برضو يعني عشان ما نقولش إنها نقص، بس حتة إن في ناس أصلا، أو لا هي نقص، بس هي نقص وقلة ثقة. أنا شايف إن ده السبب، التفسير الوحيد. بقى قلة ثقة من الناس اللي حواليه، النبل اللي هو مبقاش عنده ثقة في نفسه. وجاست حسب الناس اللي بتختلط بيهم في الفترات الأولانية، والباقي حاجة لا في الفترات المهمة اللي شخصيتك فيها تتغير، بتبقى في أماكن واعي غلط، فجاست الدنيا مش بتطلع مية مية. عارف انت الجملة بتاعت ان كله فاني؟ لو حطيت الجملة، لو حفرت الجملة دي في دماغك، فاهم؟ مش هتتعصب الا كل فين وفين يعني. يعني من الانتقاد اللي قلناه على العصبية لحد دلوقتي ده، يعني احنا لحد دلوقتي قلنا انتقادات كتيرة، بس أنا يعتبر قلت فايدة واحدة في الموقف اللي أنا حكيته على موضوع السنتر وكده. انتوا شايفين إن العصبية ليها فوائد تانية غير الفايدة اللي أنا قلتها دي؟ عصبية ما ملهاش فايدة غير اسمها ايه، زي الحيوانات. الحيوانات بتستخدم اللي هو الزعيق زي اسمها ايه، القرود assert dominance. intimidation. بس دي اضرار العصبية انك ما تخلكش تفكر او تلاقي حل المشكلة بسرعة عامة. هي فكرة فعلا، يعني حيوانات الانتميديشن من ناحية العصبية بتنفع لهم، لكن بالنسبة لبني آدمين ككائنات يعني عاقلة أكتر، أنا شايف إن العصبية مش intimidating كفاية بالنسبة للبني آدمين، إلا إذا لو واحد بعضلات وكده وبيتعصب عليك، بس برضو يعني ممكن تخاف منه شوية، بس في نفس الوقت هتحس إن هو سقط في نظرك، يعني الموضوع ممكن تعمل له ديسيبيشن بسهولة. بس هي فكرة برضو إن العصبية وظيفتها الأساسية حسب ما أنا سمعت إن أنت تعرف إن أنت موجود في موقف أنت مش قابله ولا لأ. يعني العصبية وظيفتها إنها تعرفك أنت في موقف أنت مش راضي عنه ولا لأ. يعني الناس المفروض تستخدم العصبية دي اللي هو مجرد الشعور اللي في البداية ده، اللي هو ايه اللي هو هتبتدي تفور بالتدريج. الفوران اللي بيحصل في الأول ده تستخدمه عشان تعرف ايه، انا مش راضي في الموقف اللي انا فيه دلوقتي ده. بعدها تحاول تحول الطاقة بتاعت العصبية دي لحاجة نافعة، حاجة بناءة، سواء بقى ان انت تاخد حقك بهدوء، ان انت تخش تلعب رياضة او معرفش تعمل عادات صحية بالطاقة اللي طلعت لك دي. يعني ما تخليش الطاقة تخرج عن مدار تحكمك وكده. في ناس بيكون عندها امراض مثلا او اضطرابات مثلا، هي اللي بتخليهم يتعصبوا، عشان دي مش حاجة بإيدهم يعني. لكن لو ما عندكش مرض مثلا او حاجة بتأثر عليك او كده، لا يبقى حاول بقى تشتغل على نفسك يعني. شوف انت ايه اصلا مشاكلك، يعني انت ليه ما بتعملش حاجة غير انك انت بتتعصب بس من اي حاجة مثلا. جملة حلوة أوي دوح قالها، إيه هي؟ حتة إن الدنيا فانية. بالتالي ده أكبر حاجة تخليك ما تتعصبش أبدا. موقف حصل لك يا عم الدنيا فانية، معرفش هدومك اتقطعت الدنيا فانية. اخرتها متر في متر، واللي هو خلاص الموضوع عدى يعني. يعني إيه؟ يعني إيه آخرتها متر في متر؟ الدنيا قصيرة. يعني القبر اخره متر في متر. جاست إزاي أنت طولك إحنا البني آدمين طولهم فوق المتر، إزاي القبر متر واحد؟ لا يا عم، I would say في ناس في قبارة 5 ستار. عاشوا أحسن في الموت عن الحياة بتاعتهم.
ف... فاللي هو يعني لو حطيت في دماغك ان انت في الاخر خلاص هتاخد كل حاجة بعد كده بهدوء. يعني لو حد حصل معاه موقف محرج مثلا، لو هو حط في دماغه ان هو الشخص ده ممكن اصلا ينسى اللي هو الموقف اللي حصل ده، لو ما نسيش النهارده هو هينسى مثلا كمان اسبوع، لو ما نسيش كمان اسبوع هينسى كمان شهر، لو ما نسيش كمان شهر هينسى السنة الجاية، ولو ما نسيش خالص فهو الشخص ده كده كده برضه ميت ومش هيفتكرك يعني. قشطة يعني الموضوع. فلو الناس حطت في دماغها الكلام ده مش هيحسوا بإحراج قوي، أو ممكن يحسوا بإحراج، وأول لما يحطوا في دماغهم بقى الفكرة دي يقول لك خلاص اللي حصل حصل، هتلاقيه هادي. يعني أنا كده، أنا أول لما يحصل لي موقف مثلا عادي، مفيش حاجة هتكمل، فاهم؟ فلاقي نفسي بقى ايه اللي هو عادي، رجعت عادي، هديت عادي، مفيش اي حاجه. فاللي هو الموضوع حلو يعني، الموضوع فارق معايا كتير. هو طبعا انا مش بقول ان انا كامل ومش بتعصب خالص، انسان برضه يعني في الاول في الاخر، بس يعني ساعات كتير بحب افوق نفسي يعني. انا شايف، لا جرايه نسيت، بس كنت اقول حاجه تاني. لو الناس تبتدي تقعد وترفلكت على الحاجات اللي بيعملوها في حياتهم، عشان بس تلاقي حياتك كلها ضايعه في حاجات ملهاش لازمه. وعارف انت لك الناس اللي بتتخانق دي، اللي هو يومك كان عامل ازاي، اتخانقت تاني. مش عارف الصراحه يعني. اصل الحاجات دي مش بتتحل لوحدها، على الاقل محتاج يبقى حد جنبك معاك اللي هو بياخد باله اكتر، عشان مش كله بياخد باله اللي هو بيعمل حاجه، او عنده اللي هو عندوش الكونشس اللي هو بيعمل حاجه بس مش هو بيعملها غلط قوي. وحتى لو عايز يغير نفسه مش بيعرف يطلع من اللوب قوي بسرعه او بسهوله، عشان بيشوف ده الحل الوحيد اللي بيعرف يتعامل بيه. فاللي هو محتاج تقعد جنب ناس كويسه I guess. هي الفكرة أنا شايف إن مش لازم تقعد مع ناس كويسة عشان تقدر ترفلكت. يعني أنا شايف إن المشكلة فعلا اللي موجودة في ناس كتيرة قوي إن هم ما عندهمش دراية بنفسهم. أنا بالنسبة لي يعني أنا بالنسبة لي كمان عندي وقت فاضي كتير، فعندي دراية بنفسي جامدة قوي. يعني أقدر أوصف لك نفسي كأني بتكلم عن حد متجوزه، واخد بالك؟ وتلاقي ناس تانية عمرهم ما بيقعدوا مع نفسهم دقيقة، لدرجة إن هما ما يقدروش يوصفوا ميزاتهم عيوبهم، معرفش بيتعصبوا ولا عندهم لا مبالاة، ما يقدروش يوصفوا نفسهم خالص. فأنا شايف إن فعلا يعني طريقة من ضمن الطرق إن أنت تقدر ترفلكت عن نفسك، إن أنت كمثال تمارس تأمل، تقعد مع نفسك كده 10 دقايق، ما تعملش حاجة خالص، لا تسيب نفسك لأفكارك وكده. حتى لو مش لازم تخصص لها وقت في يوجا في البيت، محدش بياخد الكلام ده بجد، لو بيحاول يتعالج من حاجه من المكان اللي هم فيه يعني. معظم اللي في مصر ما بيعترفوش. لكن في اليوجا، يعني ايه يوجا، ايه الكلام ده؟ بالذات الرجاله، الستات بيأكشلي بيعملوا الكلام ده. بس على الاقل عارف انت لو اي وقت فاضي فيه، لو مثلا لو انت مروح متمشى مثلا طريق، ممكن تحط سماعات من غير ما تشغل اغاني، اللي هو هدوء الشارع، وتفكر اليوم كان ماشي ازاي، فاهم؟ هي دي نقطة حلوة قوي. يعني فعلا الناس بتقضي حوالي ساعات في المواصلات وهم مروحين أو بعربية أو مشي، بيقضوا يعني ساعات رايحين جايين من سواء شغل أو من جامعة أو مدرسة. فده وقت كافي جدا إن أنت بدل ما تقعد على الموبايل على الانستجرام والفيسبوك وتقعد تقلب في منشورات ملهاش 30 أي لازمة، اقعد مع نفسك كده في سكوت وفكر كده انا عملت ايه النهارده، وفكر في نفسك وفكر في صفاتك وفكر في مواقف حصلت. انا شايف فعلا ان دي طريقة حلوة قوي ان الواحد يعرف نفسه اكتر. يعني انا اراهن ان ناس كتير مش عارفين نفسهم فعلا، كأنهم مش بيقضوا وقت مع نفسهم خالص، طول الوقت من ايه، من حاجة للتانية للتالتة للرابعة، مفيش وقت صمت دقيقة واحدة حتى ان هم يعني يرفلكتوا على نفسهم وكده. والراجل محتاج تبقى صريح وانت بتعملها، عشان تبتدي تتحسن، محتاج تبقى صريح مع نفسك. انا شايف ان انت علشان ما تبقاش، لو انت مثلا متعصب يعني بتتعصب بسرعة وعايز تغير نفسك، انا شايف ان انت لازم فعلا تقعد مع ناس يكونوا ما بيتعصبوش. سيب الناس اللي هي بتتعصب بسرعة دي وتبعد عنهم، او ما تقابلهمش كتير لو انت مضطر يعني ان انت تقابلهم، وقابل الناس اللي هي الهادية ديت عشان حتى تراقبهم، يعني تشوف بيتعاملوا ازاي وتبدأ تتعامل زيهم. يعني انا لو ما كانش الفرخة التخينة موجود اصلا في الحياة
ما كنتش هاخد بالي ان ممكن البشر يبقوا باردين بشكل ما يعني. ما كنتش هاخد بالي وما كنتش هحاول اغير نفسي يعني. فالموضوع ده حلو يعني. واصلا لو معظم الناس اللي انا اعرفهم بنفس الشكل ده، فانا لما كنتش اعرف الناس دي ما كنتش هتعلم منهم وما كنتش هغير نفسي خالص يعني. انا وجود الاغاني برضو في حياتي كان مهم جدا يعني. بفصل عن الناس والعصبية بتاعتها. اجس نصيحتي لاي حد متضايق، الحياه اقصر من انك تتضايق. لك لا هتتضايق منه ده مش هتشوفه تاني. لك الراجل ده لك 1% من ولا حاجه. نط مش ورثة انك تتخانق مع حد عارفه، مش ورثة انك تتخانق مع حد مش عارفه أصلاً. اه فعلا. الدنيا فانية يا ولاد الفانية. اه انت ليه كده؟ اوكي. ودي الجملة اللي هننهي بيها الحلقة. متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير، اكتبوا كومنت تقولوا فيه رأيكم عن الكلام اللي قلناه. لو حد منكم بارد يحكي بروده عامل ازاي في موقف، لو حد عصبي يقول لي اكتر موقف اتعصب فيه. واعمل سيف للحلقة دي كمان علشان لو مثلا عايز تفتكر كلامنا تاني مثلا. وبس. باي. كنت اروح عند المترو في الطريق ضيق كده اللي جنبه، فكان في راجل واقف بعربيه جوست عمال يتخانق مع الواد التاني عشان لمس العربية بتاعته. صوتك قطع، صوتك قطع. دايم. قول تاني. قطع فين بالظبط؟ وانت بتقول اهم حاجة في الجملة كلها اللي هو حد في المترو ايه. وانا مروح من كام يوم كده كنت ماشي في شارع ضيق جاست كان في راجل راكن عربيه واقف في الشارع كله عشان هو طلع من العربيه عمال يتخانق مع الراجل اللي هو الشارع كان كله مكان حرفيا. هو اللي بيضحك ان صوتك قطع في نفس الكلمتين اللي هم اهم كلمتين في الجمله كلها. أنا مش فاهم برضه ايه اللي حصل. انتوا نسيتوا الجزء لما المشكلة انه كنت عمال يتكلم دلوقتي عادي جدا، واول لما كنا فين؟ كنت مروح. انا كنت غبي. انا بس ليه؟ كنت فعلا غبي. يعني مش عارف. ايه اللي يخليك توصل ما انك ينفعش نتكلم تمد احنا ايدك الاثنين على في وقت حد؟ واحد، ماشي؟ ما ينفعش نتكلم احنا الاثنين في وقت واحد. ماشي، تمام. ماشي. طب ازاي لازم لو عايز الادب. اقطعك ازاي؟ ارفع ايدي ازاي؟ استنى ما اخلص. ما عنديش احترام ليك الصراحة. ماشي. قالب. واللي هو الغير صحي مش ده ايه مش ده؟ مش متذكر قوي، بس كان اللي هو حاجة. يا عم ما تقاطعش مهم. مش قصدي بجد. بس مش متعود انا على حوار كل شوية عمال ان حد يعملها. اصل عارف انت يبقى عندي كلمة عايز اقولها مش عارف ازاي واحد يرفع ايده هنا. اداب الحديث عندي في الحديد اوي. لا انا عارف انت هتقول لي. في سبب برضه احنا هملناه يعني. المدارس يا اسطى. ان ايوه You بس just في said ناس يعني that اكيد والله. داخله الفيديو. اه. ايوه بس اكيد في ناس يعني. يا ابني. فكرنا نعمل ديسكليمر، كنت عملت ديسكليمر قبل ما الحلقة تبتدي اللي انا هقعد اقاطعك طول الحلقة واقول لك لا مش قصدي.